ابرز اللاعبين اللي غابوا من لائحه السي وليد الركراكي في المنتخب الوطني المغربي. في هذا الفيديو غادي نهضروا على اللعابه اللي ما عندهمش الاصابه والسي وليد الركراكي اختار على انه يستبعدهم. مره اخرى باش نصلحوا المغالطات راه غياب حكيم زياش بداعي الاصابه والاصابه فقط. اما اول لاعب بالنسبه لي داخل في ابرز الغيابات هو امير ريشاردسون. وسط ميدان المنتخب الوطني المغربي انتقل في الصيف الى نادي فيورنتينا الايطالي، وفاش يلا انتقل لفيورنتينا بعد مباريات دخلها كاساسي وبعد المباريات اخرى دخلها كبديل، ولكن الارقام تتقول على ان اخر مباراه لعبها امير ريشاردسون مع النادي ديالو كان نهار 15 سبتمبر امام اتلانتا. جوج ماتشات الاخرين ما لعب فيهم حتى دقيقه. كان سبب الاستبعاد ديالو من لائحه السي وليد الركراكي هو انعدام التنافسيه. بالنسبه لي ثاني ابرز غياب عندنا في هذه اللائحه هذه هو جواد اليامير. نتعجب علاش؟ لان في اخر مونديال كان استدعاه السي وليد الركراكي وفي بعض المباريات احتاجيناه ودخل وبصراحه اعطى اللمسه ديالو. دابا مازال كيلعب مع الفريق ديالو في الدوري السعودي وعنده دقائق تنافسيه. مادام السي وليد الركراكي قال حتى اليوم في الندوه الصحفيه على ان المنتخب حاليا عنده بعض المشاكل في خط الدفاع، سأل علاش السي وليد ما عيطش على جواد اليامير ويجربوا في هذه اللائحه. في المقابل اختار على انه يعيط على ايت بودلال 18 سنه حديث الانتقال الى رين الفرنسي، ولكن عمرو ما لعب معهم حتى دقيقه. فيخص امين حارث اظن على ان الجواب اللي قالوا السي وليد الركراكي واضح. قال ان امين حارث منين كيجي المنتخب الوطني المغربي كيبغي يكون في التشكيله الاساسيه. مهم كملوا من عندكم. اما الغياب الابرز بالنسبه لي في هذه اللائحه هذه واللي حد الساعه مازال ما تفهمتوش هو غياب المهاجم المغربي امين الوزاني. الوزاني حديث الانتقال الى سبورتينغ براغا البرتغالي، وصراحه بدا واحد البدايه جد ايجابيه مع الفريق ديالو الجديد. في المقابل السي وليد الركراكي تفضل على انه يستمر في الاستدعاء على يوسف النصيري اللي حاليا عنده واحد البدايه صعبه مع نادي فنربخشة التركي.